السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. أيها الإخوة الأعزاء، ما ترك لي العلماء الأفاضل الذين تكلموا شيئا لأتكلم فيه، فهم قد أفاضوا وأجادوا بفضل الله عز وجل، ولعلكم جميعا استفدتم من النصائح التي وجهوها إليكم جميعا. والنصيحة كما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن النصيحة تكون لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. ويقولون انصح لله ولو طاردك من نصحته، انصحه لله وإن جرى خلفك بسبب النصيحة، فالنصيحة لله. النصيحة التي أوجهها لحضراتكم جميعا بعد تحيتكم وشكركم على حضوركم وتحملكم وحسن استماعكم أن تربي جيلا صالحا يعرف الصدق، يعرف الأمانة، يعرف الطاعة، يكره المعصية، يطيع الوالدين، يطيع المعلمة، أن يكون حنونا رقيقا محبا لله ولكتابه ولرسوله ولصحابته. قلنا نبدأ اليوم بذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء يوميا، وقلنا تجديد النية ومتابعة النية في العمل. أنصح المعلمين ألا يكون الهم الأول حفظ كتاب الله فقط، نريد التعامل، نريد المعاملة على كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تنشئ الطفل الصغير على المحافظة على الأذكار الموظفة كذكر الدخول والخروج، كذكر الخلاء، كذكر التحية والسلام، كذكر ركوب الدابة، كأذكار النوم، لبس الثياب، أكل الطعام. كل هذا كله رويدا تدخله في سلوك أطفالك شيئا فشيئا برفق وبتطبيق تنفيذ، عن حب وعن فهم. تمام؟ ثم ماذا؟ تعرفهم بمن ربهم ومن نبيهم وما كتابهم. تعرفهم بسيرة النبي، ليست الغزوات والفتوحات، لا، السيرة العطرة المبسطة للأطفال، كمن هو، من أبوه، من أمه، أين ولد، أين عاش، ما وظيفته كانت في الحياة، ما الذي كان يحبه، من أولاده، شيئا فشيئا تدريجيا بما يستوعبه الصغار. تعرفهم الملائكة، وظائف الملائكة البسيطة السهلة، تعرفهم على جبريل عليه السلام، وهكذا. ثم تعرفهم عن ماذا؟ عن أحب الصحابة للنبي محمد وأقربهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا بالشيء البسيط تتوغل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ببطء وسهولة، لا تأتي بالعجائب ولا بالغرائب. تمام؟ وماذا أيضا؟ تعرفهم عن أبيهم آدم عليه السلام وأمهم حواء، أين كان وكيف كان ثم ماذا حدث. تحذرهم من الشيطان وأساليب الشيطان بشيء هين سهل يستوعبه الصغار إن شاء الله، وستجد ذلك سهلا بإذن الله تعالى. هذه بعض الأحوال التي أريد منك كمعلم أن تستوعبها أولا وتلخصها. قد يكون في آخر الكتاب هذا أو في غيره
وضعت لك أنبياء الله عز وجل، ونبذة صغيرة في سطر أو أقل عن كل نبي، من هو آدم، من هو إبراهيم، من هو موسى عليهم الصلاة والسلام. فهذه نصيحة بجوار القراءة. لا يكن همك فقط حفظ القرآن دون وعي أو فهم أو تعامل، لا بد أن يكون القرآن عمليا، لا تكتفي بالقول والحفظ، لا بد أن تكون كما كان لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. كان قرآنا يمشي. كيف قرآن يمشي؟ القرآن ما له أرجل يمشي عليها. قرآنا يمشي يعني تطبع وتشبع واهتدى واقتدى نبينا صلى الله عليه وسلم بآيات القرآن، بتعاليم القرآن، وأمرنا بذلك. عمر رضي الله عنه 12 عاما يحفظ سورة واحدة، سورة البقرة، ليس من الجلدة إلى الجلدة، ولكن حفظها بماذا؟ بتطبيقها. كانوا لا يحفظون آية حتى يعملون بالتي قبلها رضي الله عنهم وارضاهم. إذن القرآن منهج حياة، القرآن منهج حياة، تبدأ به مع الصغيرة بما يناسبه، وأنت ككبير تبدأ بنفسك بما يناسبك وأمرت به، وفضائل الأعمال كثيرة. إذن الخلاصة ببساطة أن تكون منهجيا مرتبا مفيدا. هذا شيء سهل يسير على من يسره الله تعالى عليه. خلاص، هذه أمور بسيطة. أما وصيتي لك في القراءة فقد سبقت وتكلمت فيها في نهاية اللقاء، وأعطيتك ما عندي من فضل الله عز وجل. وفي النهاية ليس لنا فضل ولا لأحد فضل على أحد، الفضل كله لله ومن الله. ولكن كما قلت لك أنت سلكا يمر فيه الكهرباء ليضيء المصباح، فليس لك فضل، الكهرباء ليست لك، والسلك من عند الله، هو الذي خلقك وأعطاك الفهم والكلام إلى غير ذلك. والمصباح أنت فضلك عليه مرور الكهرباء إليه. خلاص، بارك الله فيكم جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا تمنع القطر عنا بذنوبنا، اللهم لا تمنع خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك أعنا، وتقبل منا صالح العمل والقول والفعل يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا وأمهاتنا وعلمائنا وأموات المسلمين أجمعين، واغفر لنا ولهم وألحقنا بهم مع الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.